بيقول يشتري لهو الحديث. ايه القصة دي؟ واحنا قلنا ان الجماعة اللي وقفوا امام الدعوة الاسلامية كانوا يريدون ان يصرفوا اذان الناس عن منطق القرآن ودعوة رسول الاسلام، وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجة تشغلهم. الحاجة اللي تشغلهم ايه؟ قال لك القرآن بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، وبيتودع عن مدين وعن مش عارف ايه. طب ما نجيب لهم شوية قصص ونروح ونقولها لهم كده ونقعدهم في سمر زي ده، دي ابو زيد الهلالي وبتاع وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه النضر بن الحارث او جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم وقصص للشنبيار، قصص لأساسرة الفرس، قصص لملوك الحمير، فجاب الحاجات دي واشتراها وقعد عمل نصبه عشان ايه؟ يتكلم الحكايه دي ويشغل الناس عن مين؟ وبعضهم قال لك لا، ده واحد تاني جاب مغنيه تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضه يشغل الايه؟ الناس. يبقى انا ومن الناس نقول له تعالى بقى. اولا كلمه يشتري يدل على انه طلب، اللي راح يشتري حاجه بيطلبها اولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعه خسيسه. يبقى كم حاجه؟ يطلب ادي مجهود، يدفع ثمن ادي غرب، السلعه خسيسه ادي خيبه. كيف يصنع ذلك وامامه اشياء حق قصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريه، واتت له من غير طلب، فضل الله انزلها عليه برسول ما طلبها، ومن غير ثمن، قل لا اسالكم عليه اجرا. يبقى شوف الحمق بقى جاي من كم ناحيه. اولا طلب لا وبثمن وباطل، مع ان اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب. مش انت اللي طالب، ده احنا اللي طالبينه نديك خير، ومن غير ايه؟ ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير. هل كل شيء يلهي عن مطلوب لله، وإن لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهوا. طب الأذان أذن والناس راحت تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صارت الصنعة دي بقت لهوا عنه، لأن دي لها وقت موقوت وديك ملهاش وقت موقوت. يبقى ده برضو ايه؟ لا، يبقى لا ما يلهيك عن مطلوب منك، وإن كان في غير عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس. يبقى يزرع، مين الزراعة؟ مش لا، الزراعة بنزرع علشان نجيب ايه؟ مزروعات. أم قال لك لا، إنما لما تلهيك عن أداء واجب لله بقت فيها لهو، لهيت بها. وفي لهو حتى وإن لم تكن مأمورا بشيء، اللي هو العبث. اللي قال لك هو ايه؟ اتكلموا بقى في الغنى. كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه؟ الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع ده، لانهم كانوا يعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا يتكلموا كلام محدد، يقوم غير اللي بيده يجيز الاشياء ياخد زاويه من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الافراح اننا ايه؟ نؤنس بالغنى، والنبي امر به. وفي الاعياد مش قال لابو بكر هذا يوم عيد، نحن في يوم عيد، وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيه تغنيهم. طيب وايه كمان؟ أم قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدوا، ولذلك تلاقي كل جماعه بيعملوا اعمال شاقه ايه؟ نشيد ده بيعمل ايه؟ يطربوا انفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. قال لك
المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو انكحنا بابها جارية خدابة مكرمة محجة تدب أهل الكعبة مثلا. الله اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه والى اخره، مقبول ولا مش مقبول؟ دي يبقى ده مقبول. اذا كل شيء له غرض نبيل نيجي نقول له الغناء بس مش هو اللي وحش، النص من غير غناء ان اهاج غرائزا يبقى حرام. ليه؟ قال لك لان الله يعلم ان طبيعه الغرائز في الانسان اسمها غريزه، غريزه لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير اي حاجه، فما تهيجش الغريزه بغير طاقه الغريزه. فما تقولش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء ان اهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتشبب بالمش عارف ايه الواحده ويسيب جمالها ووسطها وشعرها وعينيها ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يتكلم عنها مما يمل حتى من غير غناء. فاذا ما غني بتكسر وبرضه يزداد، يبقى مره يبقى النص نفسه محرم، ومره يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والاداء نفسه مبني لانه يستعمل غير الصوت اشياء اخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركه. الله معجنه هي ولا ايه؟ الحكايه بتاعتهم. يبقى اذا لازم الانسان المؤمن هيوضع الحد النص المهيج الذي يخرج الانسان عن وقاره وعن رزانته محرم، النص نفسه. فاذا اضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين. اذا اريد له اداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت، بحيث تستعمل الايادي والعينين والمش عارف ايه والوسط والبتاع والحاجات اللي زي دي، تبقى بقى في ايه؟ يبقى اذا انت الحكم في كل ذلك. انما مثلا في الافراح مثلا بتبقى مره يعني يغنوا للبت يبسطوها مثلا. في الاشياء اللي قلناها الحداء النبي ما قالش انجشت رفقا انجشت بالقوارير، رفقا انجشت بيحدي الجمال، تقوم الجمال ساعه ما تسمع الصوت الايه الحلو تنشط في السيل، لما تنشط في السيل الهودج ايه؟ يتحرك، لا يتحرك الستات اللي جوه يطققوا ببعض. فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكايه دي، وسمى المرأة ايه؟ القارورة، يعني من اللطف ومن الدقة والى اخره. فاذا ما نقعدش بقى ندخل في متاهات هنا حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف ايه وبتاع. والله يا سيدي كل واحد حكم في نفسه، النص ان اهاج واخرج عن الوقار. الا بتشوف ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسه، قالوا يقعد يسمع مثلا واحد بتغني يروح ماسك لها لوحده. بالله مش هو ده اللي بيحصل؟ خرج عن وقاره ولا ما خرج؟ خرج عن وقاره، مفهوم ولا لا؟ فدي مسألة كل واحد يبقى حكم فيه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء، إذا كان أبو بكر قال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله، يعني لازم سمع حاجة يعني، فراح بده ينهرهم قال له دعهم احنا النهارده عايز معلش يعني. ولذلك ايه يقول لك روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، مش تعملوها بقى وجبات. الوجبات معناها انها اشياء ملحة يعني ويبقى لها مش عارف. اذا المسألة مش عايزة اننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والآلات ومش عارف ايه. نشوف كل شيء يخرج الانسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام.